الولد الغني اشتغل شغلانة باليوم في مطعم، وفي الآخر بالغلط كب الأكل على دماغ زبون. قبلها بيوم البنت كانت بتشحن تليفونها القديم اللي بقاله 8 سنين، وصاحبتها قالت لها تغيره، بس أنا ما كانتش عايزة تصرف. فجأة واحد اتعثر في السلك ووقع موبايلها، قام بسرعة واعتذر، وأنا بدأت أتمثل علشان تاخد منه فلوس تصليح، بس هو عرض يجيب لها واحد جديد. قال إنه رايح محاضرته وهيجيب لها الموبايل بالليل. لما الليل جه وما ظهرش، راحت سكن الولاد تطالب بالتعويض. قال لها إن معهيش كاش والكارت عطلان، وطلب يومين كمان. فأنا افتكرت إنه بيتهرب. تاني يوم أنا جريت جاك يشتغل شغل باليوم علشان يجيب لها تمن الموبايل. جاك ما عندوش خبرة، فالمشاكل كتير حصلت في الشغل، زي إنه كب الأكل على زبون. اليوم كان كله فشل، بس ما استسلمش. بعد شوية جاك عمل وشه متألم ومسك بطنه. أنا افتكرت إنها ضغطت عليه واتكسفت شوية، بس برضه ما خلتوش يرتاح. بعد الشغل ادالها كل أجره، وبعد خطوتين وقع من الوجع. في الإسعاف أنا افتكرت إنه بسبب الشغل، بس في المستشفى اتصدمت. جاك ما دخلش الحمام أسبوع علشان ما بيحبش يشرك حد في دورة المي في السكن. خرجوا 4 الفجر وأنا دفعت الأجر كله وكملت من جيبها. جاك وعد يرجع الفلوس وهي ما اهتمتش. ما كنتش عارفة إن قريب جدا هتعرف حقيقته. وفي الآخر أنا استنيت ساعتين لأول أتوبيس علشان توفر فلوس التاكسي. وبالمناسبة هو فعلا كانت شاشتك مكسورة من الأول.